وإن الله تبارك وتعالى خلق نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في أجمل صورة بشرية وأكمل خلقة آدمية، وأجمعت كلمة واصفيه أنه لم ير له مثيل سابق ولا نظير لاحق، فقد كان أحسن الناس خلقا وخلقا، فلم ير شيء قط قبله ولا بعده أحسن منه ولا مثله صلى الله عليه وسلم. فهو أجود الناس صدرا، وأصدقهم لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. حلو المنطق كلامه فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن. أبهى الناس وأجمله من بعيد، وأحسنه من قريب. لا تشنأه عين من طول، ولا تقتحمه عين من قصر. غصن بين غصنين، فهو أنظر الناس منظرا وأحسنهم قدا. إذا قال استمع لقوله، وإذا أمر ابتدر أمره. محفود محشود، لا عابس ولا مفند، صلى الله عليه وسلم.